سلام البنات. الوصفه ديال اليوم خطيره. الوصفه ديال اليوم كل بنات كتقول لك هذه الوصفه ديالي. عندنا اليوم الوصفه ديال الدنجال بالكفته. المصريين كيقولوا لها المسقعه، الايطاليين كيقولوا لها البارميجانا، ولكن فاش بحثت مزيان على هذه الوصفه لقيت الاصل ديالها تركي. كان سميتها ايمان بايليدي، كانت شحال هذه في القرون الوسطى، ولكن بدات كتنتشر شويه في شويه بشويه، والحمد لله مع تكاثر الثقافات ما كتبقاش تعرف الوصفه ديال من. فاليوم غادي نجربوها بالطريقه الاصليه ديالها على حقها وطريقها. والوصفه عطاتها لي عجوزتي في تركيا راها في البحر الاسود وغزاله. خد تجربوها معايا، وصفه خطيره وبنينه. خليكم معايا لقطه بلقطه وغادي تعرفوا التفاصيل كامله. وشكرا على المتابعه ديالكم، والناس اللي ما متابعينيش وكيتفرجوا فيا ما تنساوش البنات تفعلوا الجرس، وشكرا لكم بزاف. كنديروا البنات في المقله ديالنا الزيت. كيكون عندي الدنجال مقطع بهذه الطريقه وحده. انا عندي قياس دنجاله الوصفه ديال جوج ديال الناس، درت عليهم مليحه هنا كيف ما كتشوفوا، وغادي نطيبهم دابا بحد الزويته سخنات البنات. مقله واحده اخرى البنات كنديروا الزيت، كنديروا عليه البصيله باش نوجدوا الحشوه ديالنا. وندينا واحد الطريس ديال الثومه واحد. نقلبوا الدنجال ديالنا يكون تحمر بحال هكا. هادي مازال هادي باينه تحمرات، مبغاتش تقلب شدات العكس وهادي حتى هي كتكون تحمرات شويه. اللي طابت البنات كنحيدوها ونديرو واحده اخرى. البصله ديالنا راه كتشحر، البصله ديالنا كنخليوها حتى كتذوب. لا في الاول حيت البصله حيت الفلفله غادي تطلق الماء ديالها، والبصله ديالي ما غتحمرليش مزيان. هادي مازال ما تحمرات، عندنا البلاصه نزيدو حليبه. تحمرات البنات هانتوما كي كتشوفوا. ملي غنسالي الدنجال غادي نزيد قريعه، اللي بغى يضيف القرعه مزيان واللي ما بغاش يضيفها ماشي مشكل. انا بقات عندي واحد نص قريعه ما خصنيش تضيع، ومنها يجي عندي طبيس العامر، والقرعه حتى هي كتماشى مع الدنجال كتجي مزيونه مع كلشي مقلي كيجي مزيان. هاد اللحظه البنات ملي قربنا نسالي الدنجال ديالنا نص قريعه حتى هي رشيتها غير مليح، حتى هادي طابت غنحيدها وديت بلاصتها قريعه. نقلبوها شويه. القرعه ديالنا البنات بدات كطيب حتى هي، والفلفله والبصله ديالنا غادي نزيدو عليهم خفيفه، وغادي نديرو لهم التوابل وغنغطيو عليهم. غنبداو البنات دابا نحيدو القريعه اللي خلينا حتى هي. الله على الريحه الخضره كيف كتكون طريه، يا سلام. هادي مازال شويه. ودابا البنات مور ما زدنا الكفته
وتشحرات الكفته شويه ومازال ما درنا العطريه، درنا لي زيبينا. الصبانيخ ما قطعتهمش رقاقين، الصغيورين خليتهم هكا والكبارين قطعتهم شويه شويه باش يجيوني، بغيتهم يجيوني باينين. دابا العطريه عاد غادي نديروها. علاش ما درناش العطريه في الاول؟ حيت العطريه الاكله اللي كنوجدوها كتكون الزيت في المقله هي الاولى، ما كنديروش العطريه باش ما كتحرقناش، باش كتحافظ على داك المذاق ديالها الزوين. الا المرقه البنات كنديروا العطريه في الاول وما كنديروش الزيت، لان الزيت فاش كيتلاقى مع العطريه بوحديتهم او مع ما كاينش الماء وما كايناش مريقه كتحرق. داكشي باش دابا عاد غادي نديروا العطريه ان شاء الله. معلقه المعدنوس هي الاولى، مليحه، بابريكا، وليبزان. هذه العطريه البنات اللي كنحتاجو. ومن غتقلى لي زيتيناغ ديالنا ويهبطوا، نحاولوا ما يجيوش طايبين بزاف لان باش تبقى فيهم الفوائد ديالهم كيف شفتوا دغيا دغيا كيهبطوا. داكشي باش درت لي زيتيناغ انا هي التاليه. غيهبطوا هكا شويه، غنزيدو عليهم لاصوص ديال المطيشه محكوكه، مطيشه مطحونه، لاصوص ديال المطيشه اللي كتكون طبيعيه، راه كتشرى كتباع طبيعيه. درتو مطيشه محكوكه، زيدوا لها اضافه معلقه د مطيشه د الحك حسب النوع اللي كتستعملوا. شفتوا البنات كي كتهبط. انا دابا غنضيف عليها لاصوص ديال المطيشه ديالي. غنضيف عليها البنات قياس كاس كبير. وهكا الحشوه ديالي غتكون وجدات. هاد الاكله كنأكد لكم غادي تجي لذيذه بزاف. هي حيت زوينه كل بلاد كتقول ديالي، داكشي علاش كاع الحاجه الزوينه كل بلاد كتقول ديالي. هما حنا الثقافات تخلطوا، المغاربه كيتعايشوا مع السوريين كيتعايشوا مع اللبنانيين، الجزائريين، بزاف ومصريين. غير انا دابا في نفس بحال دابا شحال من اكله انا ما كنتش كناكلها. انا راجلي تركي ولكن ما عاشش في المغرب، عاش هكا في هولندا، جامع ما بين الثقافات بجوج. وحيت تعرف على المغاربه بزاف، كاين شي حوايج ديال المغاربه معروفين كيعرفهم هو اكثر مني. وغادي نغطيو عليها. دابا البنات من طابت الصبانيخ والكفيته ديالنا والفليفله غادي نطفيو عليها، وغادي نقطعوا هاد الوقيته على ما تبرد شويه. غادي نقطع الفرماج باش نحكو. انا عندي الجبن الاصفر، نتوما ديروا اللي حبيتو، حتى موتزاريلا صالحه. ودابا البنات غادي نبداو نحطو في الطبسيل ديالنا. نحطو طريف ديال الدنجال، طريف ديال القريعه، النجيله وقريعه تنكملوا الطبقه. ونديروا الخليط ديالنا. حتى البنات هذا الخليط كيجي بنين. هادو الصبانيخ زعما اللي ما عندهاش ما ديرهمش، ولكن والله القسم الا ضروري نعطي كيجيو بنانين. شتي غير هكا تاكليهم. كنديروا الطبقه الاولى، نحاولوا نوزعوها باش تكفينا. وكنديروا الطبقه ديال الفرماج. الفرماج قطعته انا هكا غليظ،
تاع تغليظه. لا غنديرو دابا طبقه ديال المقليات دريعه. جاوني انا هنا تقريبا 2 طبقات. انا بدا كتحمقني قريعه خضراء. هكا غادي نحطو الكميه اللي بقات لينا. كنحطو البنات الكميه اللي بقات لنا ديال لاصوص السبانخ خفيفه، كتجي مذهله. صافي، والكميه ديال الفرماج اللي بقات لنا كنوزعوها. الفرماج في الواجهه حيت انا عندي الفران ديال الضو كيتقرمل لي دغيا، في الواجهه كندير غير شويه طريف ما تقطعش. الداخل اللي درت بزاف ما غاديش يتقرمل، غادي يجي معالك، غيجي مزيون. كتجي على هاد الطريقه البنات. دابا غادي ندخلوها للفران. تجيب الطريقه رائعه والريحه يا سلام، ما نكذبش عليكم كتشهي بزاف وزوينه. وكتجينا البنات على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه. ودائما كنقدموها مع الواجب الوطني اللي هو ضروري. حنا عندنا الشلاضه في الفطور، في الغداء، في العشاء، فوقاش ما حطينا شي وجبه ضروري عندنا من الشلاضه. ودابا انا هذا الطبسيل هذا باش ما كيتشقش وما كيتهرس. بزاف الناس كيضيعوا لهم هاد الطباصل، ديما انا كنديرو في الطبسيل الكبير وكندخلو فاش كنخرجوا. ما ربما تكون الرخامه فازقه بارده، الرخام كيشد البروده ديك الساعات باش ما تهرسليش. وما تنساونيش بالمشاركه ديالكم، المتابعه ديالكم، وشكرا لكم بزاف. شكرا على الميساجات ديالكم كتفرحوني، ونشوفكم في وصفه اخرى.